السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده جايه لكم باكله كفته الحاتي. نسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي انا معايا نص كيلو لحمه مفرومه، جبت عليه بصلايه وسط وبشرتها كويس وصفيتها تمام. حتى لو تلاحظوا ان في طبق فيه ميه حتى هي الناحيه التانية. حطيت الخضره، حطيت ملح وفلفل اسود وبهارات كفتة الحاتي. والتكة بقى اللي لازم تحطيها، هتحطي معلقة نص معلقة دقيق، نص معلقة نشا، ونص معلقة بيكنج باودر. يبقى نص معلقة دقيق، نص معلقة نشا، ونص معلقة بيكنج باودر، وتقعدي تعجني فيهم كويس جدا جدا جدا. الخضرة قد ايه؟ ربطة خضرة بس بتاخدي منها الورق، ماشي. تعجني كتير 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 وتفضلي تعجني لحد ما تلاقي بقت تعمل شتل كده. عارفين الشتل اللي هو القطع الحتت اللي هي الفتل دي بتفضل معاكي كده، يبقى كده تمام. الدقيق بيعمل ايه؟ بيعمل تماسك، بينشف الميه اللي فيها. النشا بيخليها هشه، البيكنج باودر كذلك بيساعد على ان هي تبقى ايه، هشه معاكي. وتبداي تصبعيها، عايزه تسيبيها في التلاجة شويه، نص ساعه مش مشكله، مفيش وقت اشتغلي مش هيحصل اي حاجه. بتبداي تصبعيها على اللي هي العيدان اللي هي بتاعت الشيش طاووق ديت، وفي صينية بقى مدهونة زيت، وتحطيها على نار 200 درجة. تمام. وتسيبيها من نص ساعة لساعة الا تلت، تلاقيها استوت تماما وخدت اللون بتاعها. بس يبقى مكوناتها قد ايه؟ نص كيلو، عليها بصلة متوسطة صغننة، ملح وفلفل اسود، بهارات كفتة او بهارات اللي هو الكنور مثلا، وعليها كمان جنزبيل، قرفة، توم باودر اللي انت حباه. طيب، وايه تاني؟ نص معلقة دقيق، نص معلقة نشا، نص معلقة بيكنج باودر. طيب انا دخلتها الفرن، خدوا بالكم هنا كده، كنت دخلتها الفرن ورحت مطلعها تاني، رحت دهناها بالمية بتاعة البصل دي بالفرشة كده، ورحت دهناها، هتديها لمعة وهتديها نكهة حلوة وريحة حلوة قوي. تمام. ويفضل لو كل شوية تعملي كده، ان انت تطلعيها من الفرن وترشيها بالرشه دي. تمام. طلعت اهي الحمد لله، عدت نص ساعه عليها واستوت. 200 درجه الفرن على 200 درجه. تمام. حطيت انا بالشكل ده وقدمته، وقلت بقى نسلق بقى شويه مكرونه دي منها ملحك والزيت ورحت ايه جايبه المكرونه الشرايط دي، قلت تبقى حاجه مختلفه الولاد ايه يحبوها. بتحطيها ما بتكسريهاش، بتحطيها بالشكل ده كده، وتبدا هي ان هي تتزحلق، تطرى من تحت وتنزل وتاخد ايه، تمشي مع الميه وتتسلق. تصفيه ايه 3/4 الميه وتسيبي ربع بسيط فيها، ان هي بتاخد سوا شويه بالذات الشرايط دي. انا حطيت عليها كمان زيت زيتون عشان تفضل ايه، سايبه كده وسلسه معاكي في التحريك. عملت شويه سلطه خضراء، حطيت الفلفل الشطه دوت جنن العين منه بصراحة. بس هما حابين كده. حطيت شرشة زيت زيتون والخضرة بتاعتي، ورحت عملت كمان الايه صلصة الطحينة. طبعا احنا عارفينها، طحينة وملح وكمون وليمون، ولو عايز تحط زبادي. ودي صلصة المكرونة، عبارة عن ملح وفلفل اسود و مرق الدجاج. رحت دلقها على المكرونه وقلب قلب قلب قلب. تمام. ورحت رصيت الرصه بتاعه الاكل. وكده وصلنا لنهايه الفيديو، اشوفكم في فيديو جديد. سلام، يا رب يكون يعجبكم، يا رب متنسوناش باللايك والشير يا حبايبي. سلام.